الزمالك وزد. الزمالك بدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من 3-2-3-2. عواد في حراسة المرمى، قدامه ثلاثي الدفاع حسام عبد المجيد في القلب، على يمينه المسلوسي وعلى شماله عبد الغني، قدامهم اتنين على الدايرة رؤى ودونجا، قدامهم ثلاثة في العمق اوباما، على يمينه زيزو وعلى شماله نضاي، تحت اتنين مهاجمين الجزيري وناصر منسي. مفيش كلام كتير يتقال في الماتش لأنه كله كلام قلناه وحافظينه. كعادة معظم فرق الدوري أو اللي بتواجه الزمالك مؤخرا، زد نازل بخمسة ورا ومتمركز وبيقابل من نص ملعبه ومضيق مساحات اللعب لمواجهة خماسي الزمالك الهجومي، مع الاعتماد على المرتدات وتنفيذها أدق تنفيذ، لأنها في معظم الأحيان بتضرب دفاع الزمالك السيء واللي بيبقى عبارة عن ثلاثي فقط، واللي مستقبل 7 أهداف في 5 ماتشات، واللي بعد الماتش بقوا 9 أهداف في 6 ماتشات. في المقابل أوسوريو بدل ما بيبدأ الخماسي الأمامي في شكل 4 تحت مهاجم، بدأ بثلاثي تحت 2 مهاجمين الجزيري وناصر منسي. اختيار موفق من أوسوريو إن يبدأ ب2 مهاجمين في مواجهة ثلاثي دفاع زد، وده اللي شفناه بوضوح في الجول الأول بعد ما قطع ناصر منسي على القريبة وفضل مساحة للجزيري وراه. وطبعا كعادة الزمالك استهتار وتراخي بعد الجول وسوء تعامل مع الفرص اللي بتتاح له. ايه هي طريقة لعب أوسوريو بشكل عام؟ في حالة الهجوم هنطلع بالكرة على الأرض وهننقلها من رجل لرجل من اليمين للشمال والعكس، وبفضل أوسوريو الزمالك بقى شكله أحسن في التسليم والتسلم إلى حد كبير، لأن الاعتماد في تشكيل الخطورة بيبقى عن طريق الأطراف مع اللامركزية بين الرباعي اللي تحت المهاجم وتفوقهم فرديا في معظم الأحيان، بالإضافة للزيادة العددية اللي بتحصل جوه البوكس، فبالتالي هتخلق فرص كتير وهتسجل كتير. أما في حالة الدفاع فمفيش ليك شكل محدد، اللهم إلا فكرة طلوع فتوح على الدايرة في حالة بنى اللعب والهجوم، وعودته كظهير في حالة الدفاع، وما اتعملتش في كل المباريات كمان. غير كده انت على طول بثلاثي ورا سيء في كل حاجة في الدفاع، بتتضرب بسهولة من أي فرقة، فبالتالي هيتهدد مرماك كتير وهيدخل فيك اجوال كتير. ونتيجة لكده انت اتحفظت، ومعظم الفرق بقت عارفة هتقفل عليك ازاي وهتشكل عليك الخطورة ازاي. وانت لما بيتقفل على مفاتيح لعبك اللي هي الأطراف ما بيبقاش ليك شكل أو عندك حلول إلا بتفوق فردي من لاعب زي زيزو أو شيكا أو فتوح، غير كده مفيش.